السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا فيديو النهاردة مش محتاج ان انا اتكلم عنه، هو بيتكلم عن نفسه. شايفين الحمام بتاعي يا جماعة طالع عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، تحفة. اقول لكم ايه بقى؟ طعم، اللون، كفاية الريحة، يعني كفاية الريحة كده وانا عمالة احمر فيه. شايفين يا جماعة شكله عامل ازاي؟ وكمان طعمه احلى من شكله. عايزين تعرفوا انا عملته بالشكل ده ازاي؟ طبعا انا بحمر في الطاسه ديت عشان كبيره شويه، فشالت 3 حمامات، وزي ما انتم شايفين حجمهم ما شاء الله كبير. يلا بينا بقى عشان ما نطولش حجم الفيديو اكتر من كده. يلا بينا. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هاتي بقى كميه الرز اللي انت عايزاها او على حسب كميه الحمام اللي عندك. وزي ما بقول لكم في كل فيديو بعمل فيه الرز بتاع الحمام دوت، انا بحب ازود الكميه بتاعه الرز شويه عشان عيالي بيحبوها. لكن انت اعملي كميه الرز على حسب كميه الحمام لو انت حابه، انما بقى لو حابه تزوديها زودي يا ستي ولا يهمك. بصوا بقى، هنجيب الرز ونغسله كويس، وهنحط بقى اي ماده دهنيه انت عايزاها. انا عامه بحط زيت، لو انت حابه تحطي سمنه او زبده براحتك خالص. بحط الرز على الزيت او السمنه بعد ما تسخن كويس جدا، وبعدين هننزل بالملح والتوابل. هنحط اول حاجه شويه كده من الملح، حيقي بقى الحياء بتاع الرز بتاعك على حسب رغبتك في الملح. وبعد كده هنحط شويه من الشطه، شويه من الفلفل الاسود، شويه من البهارات السبعه بتاعه الشوربه، وشويه كمان من بهارات الفراخ. وعندي بقى هنا تريكايه بس خالص كده، لو انت حابه تضيفيها براحتك خالص، لو مش حابه خلاص. عامه انا بحبش، يعني مش بحب ان انا اضيف القرفه، بس مامتي بتحبها وبرده بيطلع الرز طعمه جميل جدا. بس انا مش بحطها عشان كده محطتهاش هنا. بس لو انت حابه تحطيها ضيفيها. وهنا بقى كمان بعد ما خلصنا البهارات بتاعتنا كلها، عندي هنا شويه كام ورقه كده يعني من اللورة. نحط كده كام ورقه لورة وبعد كده نقلبه كويس جدا. وعندي هنا كمان اضافه، حطيت شويه من الكزبره وشويه من الكمون بسيط خالص، يعني لو انت حابه، لو انت مش حابه خلاص، هما مش بيعملوا اي حاجه يعني. بس اهم حاجه التوابل اللي انا قلتلك عليها في الاول. نقلب بقى الكلام ده كله كويس. وطبعا زي ما انتوا عارفين اهوت، انا ما حطيتش قرفه، بس لو حابه ان انت تحطي قرفه براحتك، برضو بتغير الطعم وبتنقل الريحه بتاعته في حته تانية خالص. وبعد بقى ما شوحنا الرز بتاعنا كويس جدا، ميه من الحنفيه عاديه خالص واسقي الرز بتاعك دوت. خدي بالك ما تزوديش الميه، عشان خاطر ان احنا لسه هيكمل سواقه في الحمام، فما تزوديش الميه قوي. طبعا انا زودت الميه، يعني مش حكايه زودتها، انا حطيت له ميته العاديه عشان عيالي هياكلوا بقيه الرز زي ما قلت لكم. عندي بقى هنا الحمام بتاعي، كان عندي يعتبر 3 حمامات وعصفوره. بصوا يعني الحمام ما شاء الله حجمه حلو كويس جدا. انا بتريق يا جماعه على فكره على كلمه عصفوره ديت، عشان كان في واحده صغيره قوي تقريبا كانت بنتهم او حاجه، فحجمها صغير جدا. بصوا ما شاء الله كله حجمه حلو الا دي. شايفين؟ الا اللي همسكها دلوقتي ديت. هي دي. شايفين ديت حجمها صغنن قوي ازاي؟ بصوا بقى، طبعا انا نقع الحمام بتاعي في ملح وخل وكمان ليمون. شايفين الميه بتاعته نزل كل الدم اللي فيه. دلوقتي بقى بعد ما نقعناه شطفته كويس جدا، وهبدا بقى ان انا احشيه. هفضي بقى هنا الرز، يعني هحط كده على قد الحشو في صينيه او في اي طبق او اي بوله انت هتحشي فيها. طبعا الرز بتاعي بارد تماما. ورق اللورة دوت مش هنرميه، ده هنخليه على جنب، هنحطه في ميه السلق. ابداي بقى كده احشي الحمام بتاعك. بصي بقى هنا احشي بالطريقه اللي تحبيها، الطريقه اللي تعرفي تحشي بيها براحتك خالص. انا عامه الطريقه ديت هي اللي انا بعرفها ومتعوده عليها من زمان. حابه بقى ان انت تحشي الزحله من الناحيه ديت، من ناحيه الصدر كده زي ما انا بحشي براحتك، لكن انا ما بعرفش ان انا احشي الزحله من الناحيه ديت. لا، انا هنا بحشي الصدر عادي خالص واقفله، وبعد كده احشي الزحله من فوق من عند الرقبه. وبعدين نروح جايبين الرجل التانية كده مشنكلينها كده في الرجل الاولانيه. بس كده يا جماعه. ودلوقتي بقى هنا احشي الزحله. بصوا انا هنا عايزه اوريها لكم، يعني عايزه اوريها لكم بحشيها ازاي. بس ما كنتش عارفه ان انا مثبته التليفون، كان عصايه السلف عندي مكسوره، فما كنتش عارفه اثبت التليفون كويس، عشان كده يعني ما عرفتش ان انا اصورها قوي. بس عامه يعني اتصورت.
بصوا بقى ورق اللورة دوت بنضفه من الرز كده وبحطه على جنب. هنحشي بقى بالشكل ده كده. بصوا يا جماعه، الناس اللي هتقولي انت كبستيه قوي او مليتيه قوي رز، لا انا ما كبستوش ولا حاجه. هو كده يعني خد الكفايه بتاعته من الرز، لان ما تنسوش ان انا الرز بتاعي مستوي تماما يعتبر، فمش عايزاه يستوي تاني. لكن لو الرز ني معاكي طبعا هيزيد اكتر من كده. هو عامه الرز كل ما يعني كل ما اديتيله ميه كل ما بيزيد وكل ما بحجمه بيتضاعف، بس هو مش هيزيد اكتر من كده، يعني انا مسوياه هيزيد بسيط خالص. بصوا بقى هنحشي بقيه الكميه. حابه تحطي ملح في الصدر كده قبل ما تحطي الرز براحتك خالص، بس انا عامه محيقه الرز ومخليه طعمه حلو، الحقيقه بتاعه حلو، فما حبيتش ان انا اضيف ملح. احشي بقى الحمام بتاعك كله كده اهو بالشكل دوت. طبعا هنا دلوقتي على ما حشيت كميه الحمام ديت، كنت حطيت الميه على البوتاجاز تغلي معايا. شايفين يا جماعه الحشو بتاعها عامل ازاي؟ كده انا خلاص خلصت. وطبعا حطيت بقى الجناح من ورا زي ما انت شايفه بنفس الطريقه دي كده. بصوا الصغننه العصفوره اللي بقولكوا عليها دي اهيت في الاخر اهي. انا مش عارفه دي انا نقيتها ازاي الصراحه، يعني نقيت 3 حلوين، دي مش عارفه جت ازاي. هحشيها برضو بالشكل دوت. وطبعا معلقه على الميه تغلي زي ما قلتلكوا. تعالوا بقى نحط الميه على العين ديت ونسيبها بقى لغايه لما تغلي كده مع بعض. يعني طبعا كنت حطاها على العين الصغيره عشان كده لسه ما قالتش هادي حتى. حطها بقى على العين الكبيره ديت وحطيت فيها ورق اللورا وسبتها لغايه لما قربت تغلي، يعني ما قلبتش. بصوا بقى هنا يا جماعه هعمل ايه. هدخل الراس دي كده جوه الزحله. لو انت حابه تعملي الحركه ديت براحتك، لو انت مش حابه برضو براحتك، بس خدي بالك لو عندك ضيوف لازم تطلعيها قبل ما تقدميها على الصينيه، لان في ناس كتير ممكن تنسى وتروح قطماها قايمه بالواجب يعني. بصوا يا جماعه هي عامه بيبقى شكلها حلو كده ولذيذ، ويعني بيبقى شكلها حلو الصراحه. انا بحب الحركه دي. لو انت حابه تعمليها زي كده اعمليها، لو انت مش حابه خلاص مش مهم. الناس اللي حابه تشيلي الراس خالص كمان شيليها، بس انا عامه ما بحبش ان انا اشيلها. بحب اخليها كده بتقفل الزحله ويبقى شكلها كمان في نفس الوقت يبقى شكلها حلو. والجناح كمان بحب اخليه برضو من ورا كده، لان بيساعدني وانا بحمر الحمامه، برضو بيبقى شكلها حلو وبيساعدها ان هي كمان تتحمر من قدام كلها عند الزحله كده. بصوا بقى نزلت الحمام بتاعي في الميه. طبعا ورق اللورا اهوت ما رميناهوش ما استغناش عنه، يعني برضو ضفناه استخدمناه. ونجيب بقى العصفورية الصغيرة دي برضو نعملها زيهم كده وننزلها. سبحان الله هي كانت صغيرة بس زحلتها كبيرة. وننزل بقى الكبد والقوانص بتاعتهم. ودلوقتي بقى نحط لها ملح وشطة وكمون. ضيفي بقى التوابل اللي انت حباها هنا. ما انا حطيت ملح وشطة وكمون والبهارات السبعة بهارات فراخ وايه تاني ورق اللورا. وممكن تضيفي كمان شوية من الكزبرة. الحمام يا جماعة لما نيجي نسويه
ما تخليش النار عالية قوي عشان ما نلاقوش ان هو فرقع واتهرى من غير ما يستوي. لا، خليه على نار هادية شوية، يعني ما تكونش برضو واطية قوي، يعني تكون وسط، بحيث ان الحمام ان هو يستوي وينسي كده ويبقى طعمه حلو. بصوا بقى يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، الحمام استوى وجميل. وطبعا الحمام اللي حجمه واحد كله زي ما هو، ما عدا العصفوره الصغيره دي، هي تقريبا كان حجمها صغير زي ما قلت لكم، فما استحملتش وفرقعت. لكن الباقي ان حجمه كان كبير وسنه باين عليه برضو كبير. فيا دوبك دوت خد حوالي نص ساعه. لكن التانية دي اول ما حطيتها، سبحان الله، ما اعرفش، اول ما حطيتها لقيتها فرقعت على طول، ما كملتش يعني 5 دقايق ببص عليه رحت لقيتها فرقعت. بصوا بقى هنا اللي هيدينا اللون الاحمر الجميل اللي انتوا شفتوه دوت في اول فيديو، اللبن. ادهني الحمام باللبن، ادهنيه باللبن كده، هتلاقيه يعني لونه بقى احمر في الطاسه وشكله جميل جدا جدا. يعني لو عندك ضيوف اعملي الحمام بالطريقه ديت، بيبقى شكله جميل جدا يا جماعه، وكمان طعمه حلو قوي وما بياخدش وقت خالص في التحمير. طبعا احنا بنحط الحمام ونفضل مستنيين قدامها بتاع 10 دقايق ربع ساعه على ما تحمر. لا، هنا اول ما تحطيه في الطاسه هتلاقيه حمر. بس طبعا انا ما عرفتش ان انا برضو يعني ادهنه كويس باللبن، لان هم قليلين زي ما انتوا شفتوا. طبعا لو كميه كبيره يعني حلوه كده محترمه، حطي كده بتاع نص كيلو او كوبايه لبن، ربع كيلو في بوله كده، وابداي غطسي الحمام فيها، ابداي قلبي كده الحمام فيها كده، هتلاقيه بقى ان هو كله كده اتشمع باللبن ويتغمس بيه، وكله لما تيجي تحمريه هتلاقيه كله اتحمر وبقى لون واحد. شايفين بقى اول ما حطيته حمر ازاي؟ انا هنا طبعا حطيت 3 في الطاسه، هي الطاسه حجمها ما شاء الله كبير، بس برضو ال3 يعني جم كتير عليها، فهطلع واحده. شايفين اول ما نزلته في الزيت حمر ازاي؟ طبعا هو انا مش واخده، يعني مش واخده راحتي ان انا اقلب فيه عشان هما 3، وال3 كتير على الطاسه، فعشان كده هطلع واحده. بصوا دي مش هتنزل كده لان هما حسيت ان هو كتير. وطبعا لو انتي بتحمري فيه زي كده يا ريت تبقى الماسك سيليكون، لان الماسك ده الستانلس ده عمال يتزحلق وما خلانيش اعرف ان انا احمره ابدا. شايفين بقى يا جماعه لونه عامل ازاي؟ يفتح النفس كده وجميل زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. نشتريه من بره ايه ده احلى. شايفين الماسك بقى قطعها ازاي؟ عشان كده بقول لكم يا ريت يبقى سيليكون. قلبي فيه كده بقى وعدلي طبعا انا بقلب فيه كل شويه لان برضو كميه الزيت مش كتيره قوي. لو انت حاطه بقى كميه زيت كده شويه يعني محترمه، مش هتعوزي ان انت كل شويه تفضلي تقلبي فيه كده. شايفين يا جماعه الراس عامله ازاي؟ شايفين لما قفلت عليها الجلده بتاعت الزحله شايفين شكلها عامل ازاي؟ بس اللي بيقطم الحمام من اولها كده ممكن ما ياخدش باله ان في راس اصلا، فخدوا بالكم وشيلوها بقى. شايفين بقى اللون عامل ازاي يا جماعه؟ جربوه باللبن المره دي قبل ما تحمروه وادعولي. هحمر بقى بقيه الكميه بتاعتي وبعد كده ارجع لكم تاني. شايفين يا جماعه لونها عامل ازاي؟ تحفه. لو عجبكم بقى الفيديو بتاع النهارده يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان الاشتراك للقناه، وتنزلوا تحت تفعلوا زر الجرس وتعملوه على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. اهم حاجه يا جماعه والنبي اللايك، عشان انتوا بتنسوا اللايك مش عارفه يعني، بتتفرجوا على الفيديو وبتنسوا اللايك مش عارفه ليه. بس بقى لو وصلتي بالله عليكي، لو وصلتي في الفيديو لغايه هنا، يا ريت تنزلي تحت الفيديو تحطي لي لايك.
وكمان تشيري الفيديو دوت، عايزاكي تشيريه لكل صحابك. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. يلا باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.